حكاية حلم أسرة عاشت في الغربة أكتر من 20 سنة، وكان كل حلمها إن هي ترجع بلدها وتبني وتعمر في وطنها الأصلي مصر. هي البلد دي ممكن تهدم الحلم وتظلم وتجور، مين السبب وايه الحكايه؟ تعالوا نشوف التقرير. تعرف عليك يا فندم؟ محمد عبد الظاهر. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا. انت ايه مشكلتك يا استاذ محمد؟ انا كنت عايش 21 سنه في فيينا، وكنت شغال بالحمد لله بسمعه طيبه، وكنت مصر كلها بتفتخر بيا، واستغنيت عن كل اللي انا فيه، وجيت بولادي علشان يرجعوا لوطنهم ويبقى لهم وطن، وبفلوسي علشان استثمر فلوسي ببلدي، واحقق ارضيه ليا ولولادي، واحقق الحلم اللي انا عشت طول عمري احلم بيه. انا اول ما نزلت مصر سالت يا جماعه عايز اعمل مشروع تسمين وعايز ادور على مصرعه، خدوني ناس ولاد حلال ودوني على طريق مصر اسماعيليه. المهم بدات مشروعي وبدات البناء، والحمد لله وصل مشروعي لحوالي 600 راس. خدت مزرعه في احمد عرابي. مساحتها قد ايه؟ مساحتها فدانين. عشان تعمل فيها عشان انتج فيها الانتاج بتاع الحيوان بتاعي. ده النشاط بتاعك موجود هنا. بالظبط. تربيه انتاج حيواني. انتاج حيواني. تسمين يعني. وخدت المزرعه. خدت المزرعه. ايه اللي حصل بقى؟ خدت المزرعه وابتديت امشي في الاجراءات بتاعه الترخيص، والحمد لله مشيت في الاجراءات بتاعه الترخيص، وبعد معاينات مش اقل من حوالي 5 6 7 معاينات جت، والحمد لله خدنا التصريح. ومش عارف انا خدت التصريح ليه، انا بسال نفسي لغايه دلوقتي انا خدت او الوزاره ادتني تصريح ليه؟ تصريح ايه ده يا فندم؟ ده تصريح التسمين بتاع المزرعه. انت سيادتك كمربي ايه اللي قابلك من مشاكل في المزرعه؟ وايه المشاكل اللي تعرضت لها عشان المشاهد يبقى متابع معانا كويس؟ انا كل المشاكل اللي قابلتني ان في جار ليا، ما اعرفش ايه اللي بيني وبينه، يعني انا حاسس ان انا مش جاي في مكان غلط. انا ما رحتش كومباوند وعملت فيه المشروع بتاعي. انا جاي في مكان يعني مسجل عند الحكومه، زي ما انا عرفت وزي ما انا شفت مسجل عند الحكومه ان هو الانتاج الحيواني والزراعه. يعني انت حضرتك دلوقتي معاك ترخيص على ارض على مساحه 2 فدان انك تعمل تربيه انتاج حيواني بعد معاينات وبعد كل حاجه. طالع الترخيص اللي ملوش اي معنى ولا اي لازمه. انا مش فاهم، يعني انا لغايه دلوقتي حاليا مش فاهم، ومن للاسف مش عارف اركز مع حضرتك في الكلام من المنظر اللي انا شفته. يعني ولا يعني معنى ان انا يجي لي مثلا حوالي من 200 شخص اللي هو الامن المركزي والكبرى والمدرعات وكل ما تخيل في الدنيا. انا عمري في حياتي ما شفت هدم بالشكل ليه نزولك ليه يا فندم؟ الازاله جات لك ليه؟ مش عارف. مجاملات. عندي هنا جاره انا بيني وبينها 3 فدادين ولا بيني وبينها فدانين يعني، وبعدين انا عامل حاجه وقائيه، يعني حاجه طبعا لا تضرنا. انا ليا فيلا هنا، المفروض ان انا اوضب الفيلا دي واقعد فيها واتكلمت مع الست قلت لها انا هعمل حاجه كويسه وحاجه مشرفه، ولو هتضر حضرتك هتضرني قبل ما تضرك، ولو في اي حاجه هتكوني مستاءه ليها انا هازلها. الست تلقائيا كده عدوانيه بدون اي وجه حق، واخد بالك على جثتي ان انت تحط عجل هنا ليه؟ انا مش عارف. انا لا جيت جنبها ولا انا بحتك بيها ولا المواشي بتاعتها ليها اي علاقه بالمكان بتاعها. انا مش فاهم ايه يعني الترخيص اللي معاك بيقول انك انت تربي. الترخيص بتاعي طلع بعد معاينات. انا ما عملتش ترخيص وانا اعمل ترخيص بايدي، انا عامل ترخيص عن طريق وزاره الزراعه. انا مش قاعد في كومباوند يا بيه، انا قاعد في جمعيه للانتاج الحيواني والزراعه. انا مش قاعد لا مؤاخذه، انا قاعد في منطقه سكنيه عشان يجي لي واحد سوري من وزاره الزراعه يقول لي ما تستغنى عن المكان ده وتعالى نجيب لك في مكان ريفي فدانين. ولا طب استغنى عن المكان ليه؟ واروح انا في وسط السكن ليه؟ ما انا في مكان اساسا شرعا وقانونا ممهد للانتاج الحيواني وللزراعه. انا ما روحتش سوري يعني في مدينه اسكان يعني وعملت المشروع بتاعي. انا بيقولوا لي ان انا عندي مجزر وجات معاينات حوالي 5 مرات هنا. انا مش عدوان لمصر، لا انا ابن مصر. هل في مشروع
شبيه ليك جارك او بعديك؟ يا فندم الجمعيه كلها عندها مواشي، الجمعيه مخصصه لكده يا استاذ. يا استاذ وزاره الزراعه المفروض انها بتيجي تعمل كنترول على كل المزارع، لو اي حد ما عندوش نشاط زراعي او انتاج حيواني المفروض انها تسحب منه القطعه. المفروض ده العرف، ده الشرع يعني، ده القانون بتاع العقد بتاع الجمعيه. وزاره الزراعه المفروض انها بتتحرك كل يوم او بتنزل لجنات كل يوم بان لو ما فيش اي حد عنده اي حاجه بتنتج اللي هو الانتاج الزراعي او الانتاج الحيواني المفروض ان هم يسحبوا منه القطعه. انا سوري، انا شغال قانوني، انا لو مش شغال قانوني انا مش هاخد التسريح دون ولا الترخيص دون. اسمح لي، انا شايف في مبنى على يمينك، ايه المبنى اللي على يمينك بعد مزرعتك؟ المزرعه المجاوره دي مزرعه دواجن، دي مزرعه دواجن على امتداد 8 فدادين. دي مزرعه دواجن مرخصه وقائمه من يعني مرخص زيك؟ ايوه زيي وقائم وبينتج راجل. هنا المزارع ده هو الشرعي الموجود بيكون مرخص والمزرعه موجوده، يعني انت مش حاله شاذه في المكان. لا احنا مش موجودين في كومباون يا فندم، احنا موجودين في مكان انتاج حيواني وزراعي. احنا مش موجودين، احنا لا موجودين في الرحاب ولا موجودين في العبور ولا احنا موجودين في جمعيه شرعيه للانتاج الحيواني والزراعي. وانا لو مذنب في ميدان عام تشنوني، في ميدان عام تشنوني او تقتلوني، لو انا مذنب او لو انا مخطئ باي حاجه، لو انا مخالف بمتر واحد بس انا راضي بالعقاب، انا راضي بالعقاب في ميدان عام عشان ابقى عبره لاي حد تاني. انما مالي وشقايا وشقى اولادي يروح كده في 5 دقايق ولا اي حد يديني فرصه ان هو يسمعني. انا مش عدوان لمصر، لا انا ابن مصر، انا ابن مصر.